انا مش مصريه. انا مش مصري. انا مش مصريه. انا مش مصري. انا مش مصريه. انا مش مصري. جبنا 5 مش مصريين وحطينا وسطهم حد مصري، لو طلعوه خلصوا الجيم قبل اخر راوند يكسبوا، لو ما طلعوش او فضل لاخر راوند يكسب هو. ده برنامج بينا غريب. رقم 2 انت بلدك ايه؟ فلسطين. رقم 3 انت منين؟ من حلب. نمبر 3 ما شكيتش فيها خالص عشان ده شكل الحلبيين فعلا. نمبر 6 عندك لغه تانية؟ بتكلم انجليزي وشويه الماني. ما تقول لنا جمله الماني كده. Ich komme aus Ägypten. رقم 6 منين من انا من العراق. رقم 6 بيتكلم بطريقه مصريه قوي فحاسه ان هو مصري. رقم 1 انت منين؟ المغرب. منين في المغرب؟ مراكش. شكيت في نمبر 1 شويه عشان شكلها كان مصري شويه يعني. نمبر 4 بتاكل ايه في شم النسيم؟ مش عارف بس هو في مصر هنا فسيخ ورنجة. ده بقى شكله مصري جدا. نمبر 1 مين الرئيس بتاع المغرب؟ هو ملك بس مش عارفه اسمه ايه. رقم 4 انت منين؟ من ليبيا. منين في ليبيا؟ بنغازي درنا. رقم 2 ايه اكتر اكله بتحب تاكلها من بلدك؟ تبل. نمبر 2 شاكه فيه قوي عشان ملامحه مصريه جدا. نمبر 4 عمرك سافرتي بره؟ سافرت. فين؟ رحت ليبيا ودبي وامريكا والسعوديه. رقم 4 شاكه فيه قوي عشان شكله مصري وبيتكلم بطريقه مصريه. طب نمبر 5 سافرتي بره؟ سافرت بره. فين؟ دنمارك وتركيا. ما رحتيش البلد بتاعتك قبل كده؟ قلتي انت منين؟ انا ما قلتش. انت منين؟ انا من تركيا. ماشي. منين؟ في تركيا. توكات. ايه اشهر اكله في تركيا؟ هو اشهر اكل في تركيا جنرالي اللحمه، اي حاجه لحمه ضاني هناك. نمبر 5 يدي شكلها تركي شويه. ممكن كل واحد يقول لنا ايه اشهر اكله في بلده؟ في كذا اكله بس ممكن واحده كسكس. وانا المتبل برضه. نمبر 2 شكيت فيه شويه عشان طريقه كلامه وشكله كان مصري قوي. نفس التبوله عادي. مكرونه بكبكه. دولمه. كبسه. نمبر 3 ايه حاجه مثلا اللي هو بتبقى تراديشن في بلدك يعني؟ اليوم طريقه حجاب كده معينه هتعرفيها. رقم 3 كانت محسسه ان هي مش مصريه عشان ملامحها. رقم 2 ايه اغرب حاجه ممكن تفتكرها عن بلدك؟ الحرب اللي دايما موجوده. طب نمبر 4 هما بيعملوا مكرونه مبكبكه فين؟ يعني لو بتحب تاكلها بتاكلها فين؟ بخلي امي تعملها لي. ولو بره؟ بره في مصر ما اعرفش، هناك موجوده في كل حته طبعا. هي موجوده في مصر برضه بس ما اعرفش اجيبها من فين من بره. نمبر 4 شاكه فيه علشان انا بالنسبه لي المكرونه المبكبكه بناكلها في مصر، هو مش من بره. طب ما هتقولي لنا جمله مغربيه كده. نمبر 1 كي دايره لاباس علي؟ ايه؟ كي دايره لاباس علي يعني يعني ازيك عامله ايه؟ اوكي. نمبر 1 انا مش شاكك فيها خالص عشان هي مديه ملامح مغربيه. انت نمبر 6 قلت انت منين؟ من العراق. طب تعرف مغنيين عراقيين؟ كاظم الساهر، في واحد اسمه ماجد بس مش فاكر ماجد ايه. تعرف سراج الامير؟ لا. فاتتك دي. مش شاكه فيه خالص عشان شكله عراقي. نمبر 1 في لايك هدوم تراديشنال او اي حاجه في جلابيه وكفتان، دول اللي هم تراديشنال يعني بيلبسوا عادي زي اي بلد. انا مش شاكه في نمبر 1 علشان كنت عارفه معلومات كتير قوي عن المغرب. رقم 2 انت قلت انت منين؟ فلسطين. بتروح كتير؟ لا. رقم 4 ايه اغرب عاده عن بلدك؟ الافراح اللي بتقعد بالايام. كل واحد يتكلم عن الفرح بتاعه من 1 ل6. ماشي. احنا عندنا حاجة مشهورة، بيجيبوا حاجة اسمها عمارية كده، بتبقى كرسي فيه 4 رجالة بيشيلوه مثلا وبيرفعوه فوق كده وبيقعدوا يرقصوا بقى من فوق. مش شاكه في نمبر 1 عشان هي الصراحه كانت بتشرح الافراح قوي، ويعني بتشرح حاجات البلد بتاعتها كويس. احنا عندنا الدبكه الفلسطينيه واللبس بتاع فلسطين بيبقى احمر في اسود. انا الصراحه ما حضرتش فرح قبل كده عشان مش عارفه. رقم 3 مش عارفه معلومات قوي عن سوريا، شاكه فيها شويه. بيقعدوا بال3 ايام بيصحوا يناموا وياكلوا لحمه وبس. هو حرفيا ده الفرح بتاعنا. الافراح في تركيا اللي انا حضرتهم كانوا عادي، اللي هو بيكون فيه زفه وقعده بتاعه العروسه وقعده بتاعه العريس، باين فرح عادي. احنا عندنا في العراق بتبقى اكبر حاجه هي الزفه، ان احنا بنركز فيها قوي، ان هو بتبقى دايما زفه كبيره وكده. نمبر 4 ممكن تغني اغنيه معروفه عندك؟ لا ما بعرفش اغني. اي حاجه غني. ماشي خلاص اغني حميد الشاعري. اسكت زمان يفوت ولا حلوه قوي كده. لا مش فاكر. فاكر مش حافظ الباقي. طب ممكن تغني لنا انت؟ لا مش حافظ اغاني فلسطينيه. رقم 2 بقى عامل تاتو على ايده فلسطين، مش عارف بيزاولنا ولا دي حقيقه فعلا. حد حافظ اغنيه من بلده؟ يعني انا حافظه روكي اللي هي قالب وين. لا في كذا اغنيه يعني بس مش عايزه اغني. دلوقتي كل واحد فيهم هيقول هو شاكك في مين عشان يطلعه بره. بتخرجوني ليه؟ انا جاوبتك على كل حاجه. كمل. يس. ايوه. بقول لك ايه، قول لي 4 محافظات عندكم كده في البلد. عندنا فلوجة
اللي انا منها، وبغداد، دول اللي انا عارفهم. نمبر 6 ما شكتش فيه خالص، ملامحه كلها من بره مصر خالص. قول لي انت 4 محافظات من عندك. باب المجدل، غزه، برضه اللي انا عارفه. ممكن اعرف your family names؟ ربيحي. رضوان. النرنقوط. احنا من قبيله، فاحنا قبيله زوبع. انت؟ حلبي. لو بتروحوا بلدكم، ايه اكتر مكان بتحبوا تروحوه في البلد؟ بحب اروح كازابلانكا او مراكش كده يعني. عمري ما رحت بلدي اصلا. عمرك رحت سوريا؟ لا. بحب اروح عند ناحيه اسطنبول عشان البحر بتبقى احلى من الحتت التانية اللي كلها villages. ايه اكتر حاجة معروفة في بلدك؟ مسجد القدس. هو رقم 2 بأمانة، يعني حسيت اللي هو بيقول حاجات معلومات معروفة قوي عن فلسطين، وما بيقولش أي حاجة مش ممكن أي حد ما يبقاش عارفها. مش عارفة. حلبوية. بس ممكن. شاكة في نمبر 3 شوية لسه، مش عارفة قوي عن بلدها هي. هو تقريبا كل الناس بتروح علشان الماركتس والشوبينج. احنا عندنا أشهر حاجة في البلد هي صدام حسين. طب انت تعرف ايه عن صدام حسين؟ اللي أنا أعرفه إن هو كان آخر فترة ليه كانت في 2003، وكان بقاله 10 سنين يعني الحكومة قافشة عليه شوية. ده كان فترة لما أمريكا ابتدت تشتغل في العراق. ومات ازاي؟ لا ده معرفهاش. مش شاكة فيه خالص عشان شكله عراقي. ممكن تكلمني شوية فلسطيني كده؟ هو عادي زي اللغه بتاعتك، بس مثلا اسألني. كيف حالك او ايش بدك مثلا، او لو عايزه جمله عادي ممكن اقول. قولي جملة. ممكن اقول لك بقوم بعمل الجلي مثلا، ده يعني ايه؟ يعني هقوم اعمل المواعين. اوكي. طب كلكم ايه التقاليد بتاعت العيد الصغير عندكم؟ بنروح نفطر مع بعض كلنا. بتفطروا ايه بقى؟ بنجيب رفيسة وصفا وحرشة بقى وحاجات أوكي. مغربية. هو حمص ومسخن بس برضه عادي في العيد. في العيد. اوكي. دولمة الدولمة ده المحشي؟ هو احنا عندنا العيد بيبقى زي العيد المصري يعتبر، بس العيلة بقى يعني العيلة كلها كحك بتتجمع. يعني ولا ايه؟ لا من ناحية اللي هو الأكل، يعني بناكل برضه دولمة اللي هو العيد المحشي. الصغير بيكون كحك؟ لا لو عندنا بتتكلم في على العراق. المصري يعني. لا أنا بتكلم على العراق. ماشي. ايه حد مشهور من بلدكم؟ يعني حد معروف قوي، مش لازم يكون سعد حد مشهور. مجرد. وانا ابو عبيده. ما عنديش فكرة. صدام حسين. كل ما نسأله عن حاجة يقول صدام حسين، فهو كان الإجابة الوحيدة اللي بيديها. ايه اكتر حاجة الناس بتروح لبلدكم عشان تجيبها؟ يعني مثلا حاجة معينة. مفيش حاجه معينه. مش حاسة برضه في حاجة معينة. شكيت في نمبر 3 عشان في تاني راوند غلطت في كذا حاجه او ما قالتش كذا حاجه يعني. حاسة تركيا ممكن تبقى أكتر حاجة يعني. هي تركيا كله بيروح عشان الشوبينج أو السايت سينج. لا مفيش حاجة برضه. ايه أسامي معروفة في فلسطين؟ في نوره وفي زيد وبس، هما دول اكتر 2 يعني. طب ايه أكتر أسامي مشهورة عندكم، أو أكتر أسامي الناس بتسمى؟ أنا بحس إن هنا عادي المشهور، أنا حضروج كل حاجة عادي. مهند وبراك وملتم وناسلسون وجزون. أسامي كتير بس مش أسامي كلها دي معروفة. أسامي مسلسلات تركية جدا. ما هي كلهم كده يعني. نمبر 5 ما شكتش فيها خالص، عشان كانت قاعدة بتقول المعلومات كتير قوي وكأنها عارفة بلدها. إيه طلعناه يعني. حاسة أنا طلعته. طلعنا. ما طلعناهوش. ممكن الامبوستر ياخد خطوه قدام. لا اتصدمت جدا عشان هي كانت عارفة كتير قوي عن تركيا وما كنتش حاسة ان هي مصرية خالص يعني. اتصدمت بصراحه، كانت اكتر واحده يعني بعيده عن الشك. كانت غريبة مش متوقعة الصراحة. عامة أنا كنت عارف إن هي رقم 5. بأمانة اتخضيت عشان كانت قاعدة بتقول أسامي تركية، وكانت بتقول إنها من حتة غريبة في تركيا مش معروفة قوي، فبالنسبة لي كانت خضة يعني. انا اخترت تركيا عشان بيتقال لي كتير ان انا شكلي تركي وعارفه شويه معلومات عن تركيا. حسيت ان انا ممكن اهري فيها شويه. كان عندي إحساس إن هم هيطلعوني عشان أنا عمري ما رحت سوريا وما كنتش أعرف حاجات كتير قوي صراحة عن البلد. انا يارا عندي 17 سنة ومن المغرب. زياد فهمي عندي 17 سنه من فلسطين. أنا هنا الحلبي عندي 23 من سوريا. أنا علي الشاعري ومن ليبيا. انا جاسمين، انا مصريه. أنا يوسف وأنا عراقي.